رمضان كريم عليكم جميعا. معلش انا صوتي ضايع خالص من البرد. النهارده بقى لا لحمه ولا فراخ، بقى زهقنا بقى من الليله دي. خلينا نعمل اكله شعبيه كده وهي الكشري. مش كل الناس بتاكل كشري في رمضان، بس انا بحبه الصراحه. فانا همشيلكوا بقى ايه خطوه خطوه، وانا كده بحضر معاكم الحاجات اللي هتتسلق، اللي هي المكرونه والعدس الاسود والحمص. حطيت العدس والحمص يتسلقوا. الحمص بالذات لو انتي نقعاه قبلها بيوم مش هياخد معاكي وقت في السوا. حطيت ميه المكرونه. معلش انا لابسه جواندي في ايدي لان انا ايدي الشمال دي صباعي دوحس خالص يعني. المكرونه استخدمت نوعين، مكرونه سباكيتي ومكرونه الكوع، اللي هي الصغيره بس بتبقى متنيه كده شويه، بيسموها مكرونه كوع. تمام. استخدمت تقريبا ما كملش ربع كيلو من ده وربع كيلو من ده، لان ده يا دوبك هيكفي 3 افراد لمده يومين. سبت زي ما قلت لكم العدس والحمص والمكرونه يتسلقوا، ودخلت على الرز. انا هعمل كل حاجه لوحدها، يعني مش هعمل الرز مع العدس، مع ان ماما قالت المره الجايه نبقى نجرب نحط العدس مع الرز، بس انا الصراحه بلاقيه بيسود الرز كده وما بحبوش. فعملت رز بشعريه عادي جدا. حمرت الشعريه لغايه ما تبقى ذهبي، وحطيت الرز، وده برضو ربع كيلو رز، حاجه بسيطه يعني. تمام. وحطيت له شويه ملح وفلفل. ايوه انا بحط على الرز فلفل، بيدي ريحه وطعم حلو قوي. انا بحب الفلفل الاسود يعني بشكل عام. تقليبه كده عشان الميه بتاعه غسيل الرز تروح ويطلع مفلفل كده وحلو. وبعدين نضيف الميه السخنه وتسقيه، يعني رز عادي خالص. في ناس بتعمل الكشري بدون رز خالص، وناس بتسوي العدس مع الرز، يعني بتسلق العدس او بتنقعه وبتسويه مع الرز. وفي كشري الحله الواحده كله بيستوي مع بعضه. ممكن ابقى اعمله لكم تاني مره تانية، انا عملته قبل كده على القناه، وبعد كده ممكن اعمله لكم تاني. الرز طبعا انا هنا طبعا صفيت المكرونه تمام، وبحط لها شويه زيت عشان ما تعجنش. الرز لما بيغلي بتوطي عليه خالص وتحطي له شويه لغايه ما يستوي. يبقى كده احنا خلصنا الرز والمكرونه، والعدس على النار بيتسلق والحمص بيتسلق. هندخل بعد كده على الصلصه. حطيت شويه زيت، طبعا الكشري كله بيتعمل بالزيت. شويه زيت وشويه توم حلوين كده. لما يبقوا ذهبي، هم احمروا مني هنا سيكه زياده. هنزل بالطماطم. انا عامله كميه طماطم كتيره، والطماطم ما بتخسرش. بقي منك طماطم حطيها في كيس او في علبه، وحطيها في الفريزر عادي، بتنفع في اي اكله. وحطيت معلقتين صلصه، دي معلقه، والمعلقه اللي تحت بقى كملتها من البرطمان. التوابل بتاعتي ملح فلفل كمون كزبره ورشه سكر، عشان الحموضه بتاعه الطماطم بتفرق كتير في اي طبخه فيها طماطم. حط لها رشه سكر. ما بتسكرش ولا حاجه، بس بتفرق عشان الطماطم بتعملش حموضه. هحضر البصل، اقطعه بقى اي تقطيع. انا بحب اقطعه كبير عشان ما يتهريش في الزيت. ف يعني بصوا اي تقطيعه، انا مش خبيره في التقطيع قوي. ده بصل احمر. عايز تستخدمي بصل ابيض يبقى احسن. ده بصل ابيض في القلي بيطلع مقرمش اكتر من الاحمر. الاحمر بيبقى مسكر اكتر، فبيبقى حلو في الطبيخ اكتر والسلطات الاحمر. فلو عندك بصل ابيض يطلع مقرمش اكتر. ما كانش عندي نشا فحطيت رشه دقيق وطلع حلو برضو. والرشه دي تحطيها قبل ما تقليه مباشره، ويتحط في زيت غزير. لو حطيتيه في زيت مش غزير هيتحرق منك. انا عايزاه يبقى لونه ذهبي زي بتاع بره. بس نديله قليه كده في الزيت، مش شرط غزير يعني كتير، يبقى زيت مغطيه يعني زي ما انتم شايفين كده في الطاسه. ماشي. ادي كده عندي الصلصه بدات تغلي، وكده البصل او الورد زي ما بيقولوا عليه بطلعه على مصفى وتحته طبق عشان يصفي الزيت، او تطلعيه على مناديل المطبخ. هنعمل الشطه دي شطه زيت، شويه زيت ومعلقتين شطه كده، ونديلهم تقليبه على النار. بس خلي بالك عشان ما تغلوش زياده يتحرق، وبيعمل ريحه بشعه بتخلي بص الواحد قاطع نفسه.
شايفه بدأ يغلي اهو، راح طفيت عليه على طول. دي بتبقى حاميه جدا فخلي بالكم. الدقه انا كنت مستعجله عليها فحطيت ميه سخنه، لكن هي المفروض تاخد غلوه واحده على النار. تمام. حطيت ميه وشويه ملح وشويه كمون وكزبره. تمام. كمون اكتر. حطيت معلقه صلصه من اللي انا مستخدماها دي، وتوم وخل. وتحطي خل، انا مش عارفه انا هنا ما جبتش الخل ليه. وتحطي كمان شويه خل او تعصير ليمون. هي الاساسي فيها كمون وخل او ليمون والثوم، ده الاساسي في الدقه. حطيت انا معلقه الصلصه عشان تدي اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي عامله رغوه كده عشان كانت عايزه تغلي، لكن انا بقول لكم ان انا الكشري ده عملته قبل الفطار بنص ساعه. وابتدي ارص بقى الاطباق كده على السريع. رز، مكرونه، عدس، وحمص، وايه تاني، والبصل، وادي الدقه، وادي الشطه. وده كان الفيديو بتاع النهارده. انتصروني بكره ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.